السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. عندي لكم اليوم قصة قصيرة وفيها فائدة سلوكية راقية جدا. طفلة لديها تفاحتين، جاءت إليها أمها وطلبت منها أن تعطيها إحدى هاتين التفاحتين. قامت هذه الطفلة وقضمت التفاحة الأولى ثم بسرعة قضمت الأخرى، فتعجبت الأم من هذا السلوك السيء. لم تتوقع الأم هذا التصرف من ابنتها التي قامت برعايتها وتربيتها أحسن التربية، فأعرضت الأم عن ابنتها. لما أعرضت الأم وذهبت بعيدا وهي مصابة بخيبة الأمل، نادتها البنت الطفلة قالت: يمه، هذه التفاحة أحلى. فكان قصد هذه الطفلة البريئة معرفة أي التفاحتين أحلى وأجمل، لكن الأم استعجلت في الحكم. الفائدة المرجوة في هذه القصة أنه يعاني بعضنا من الاستعجال في الحكم على تصرفات الآخرين، وبسبب هذا الاستعجال صرنا ما نعطيهم فرصة عشان يوضحون ويبينون مقصدهم من هذا الفعل. لا نستعجل. فمن الصفات السيئة شرعا التسرع في إصدار الأحكام على تصرفات الآخرين دون معرفة السبب الذي جعلهم يتصرفون هذا التصرف. هناك قاعدة شرعية قبل أن تحكم على أحد اجعلها في عقلك، وهو أنه واجب عليك شرعا أن تحمل المسلمين على أحسن المحامل. من الغزوات الشهيرة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وكانت في الحر الشديد، وقد تخلف عنها بعض الصحابة رضي الله عنهم، حتى قالوا تخلف أبو ذر الغفاري، فقال عليه الصلاة والسلام: إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم. أبو ذر الغفاري سبب تأخره أن بعيره قد أبطأ به، فتركه وذهب ماشيا يحمل متاعه يلحق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم سائرا على قدمه، فقال ناظر: هذا رجل يمشي. قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر. هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، يعني يتمنى ألا يخيب ظنه في صاحبه. هذا هو حسن الظن وعدم الاستعجال في الحكم على الناس. الشاهد يا إخوان أنه من رجاحة العقل ألا نستعجل في إطلاق الأحكام على تصرفات من حولنا دون أن نعرف دافع هذا التصرف. وقال محمد بن سيرين: إذا بلغك عن أخيك شيء تنكره فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعرفه.